تعمل مشاكل خالص. انا كمحب هم المشكله انت لما تخطأ وتطلع تقول انت اخطأت مفيش مش عيب. ولما ما توفقش في ماتش وتقول انا اسف يا جماعه على خطأ اوكي. هم مشكلتهم هناك يعني لكن هو لما بيتغلب بيحاول ان هو يبرر الاخطاء باي حاجه، في الحضري، في مجلس الاداره، في رئيس نادي الهلال. ما بيطلعوش يقولوا احنا ما كانش يومنا، ما كناش موفقين، ما كناش النهارده عاملين ماتش كويس. هي دي المشكله. مش عيب لما اطلع النهارده مثلا رئيس نادي الهلال عاملين معاه مشكله عايزين يمشوه عشان يتهزم. النهارده كسبنا ضربات الجزاء، الحضري بيحتفل مع الجماهير. طب ما انا طول الماتش قاعد ب 90 دقيقه او من ساعه التسخين يا كابتن بتشتم، ورغم كده ما فيش اي مشكله. انا الحاجات دي يعني ما اقدرش ان انا اسيء لحد، ما اقدرش ان انا اقول لاي حد لفظ خالص، لان انا زي ما انت عارفني انا ليا قدامي طموحات واهداف، بشتغل وبتمرن وبحقق البطوله في الاخر. ده اللي يهمني ان انا اسعد جماهير نادي المريخ ومجلس الاداره واللاعبين. طيب عصام مجدد مع المريخ سنه كمان؟ ان شاء الله يا كابتن، قاعد معاهم ان شاء الله كمان السنه الجايه ان شاء الله. يعني خلاص مضيت جددت؟ الجو المناخ كويس ومفيش اي مشكله الحمد لله ومبسوط وقاعد معاهم. والدكتور جمال صراحه راجل شخصيه محترمه، وانت تعرف ان شخصيه زي ده راجل واقف مع نادي المريخ، بيحب نادي المريخ، بيحب الجماهير، ودي حاجه مخلياني يعني من الحاجات اللي انا اكمل مع نادي المريخ ان شاء الله. والدولارات هناك حلوه؟ احنا في ظروف صعبه دلوقتي. وانت عندك ظروف سهله ابدا، ده انت ظروفك من يوم ما جيت مصر صعبه. لا وانت عمر ظروفك اتسهلت، ده انت من يوم ما جيت مصر ظروفك صعبه يا راجل. والله بتكلم على الظروف في مصر والله يا كابتن. لا حلوه برضه، الدنيا حلوه والاخضر الاخضر حلو، كل حاجه تبقى حلوه ان شاء الله. طيب خدتوا مكافاه الكاس ولا لا؟ احنا الحمد لله طبعا لسه واخدين المكافاه، طبعا واخدين البطوله، بس طبعا لسه ما فيش اي حاجه، بس المكافاه اكيد موجوده يعني اكيد. لا بس انت ممكن تكون خدتها بدري. لا والله لسه والله الدكتور جمال هيكلمني. مش مصدقك يا عصام والله. يعني انت والله الدكتور جمال لسه هيكلمني. يعني انت جيت مصر وسبت المكافاه في السودان؟ الدكتور جمال يعني ما بيأخرش عننا حاجه شباب. ده جميل. طب هيعملوا احتفال كبير زي ما عملوا احتفال بالدوري السنه اللي فاتت؟ هو بيستنوا طبعا، اولا هم طبعا بيستنوا لان طبعا في احلال وتجديد في الفريق دلوقتي، في لعيبه هيمشوها وفي لعيبه هيجيبوها. بيستنوا ان هم طبعا ان هم يعملوا اللعيبه الجديده والجهاز الفني اللي هم لو هم هيجيبوا جهاز فني. هل كنت هسألك ريكاردو مكمل ولا هيمشي؟ والله يا كابتن انا عايز اقول حاجه يعني موضوع ريكاردو انا يعني يمكن عرضت مجلس الاداره والدكتور جمال على شخصيه طبعا ما هيش حكايه لاعب او حاجه، لا علاقتي بهم علاقه يعني كصديق كصاحب ككل حاجه. بس انا بطلبهم ان هو حته موضوع الجهاز الفني ان هو يمشي، مستر ريكاردو يمشي والجهاز دي انا بقول لهم لازم، احنا ما حدش مستعجلين على حاجه دلوقتي، لازم نستنى شويه، يبقى في تأني، نستنى شويه واحنا ما حدش مستعجلين. ان كان مستر ريكاردو هيقعد او هنجيب جهاز فني. انت بتفضل انه يقعد؟ انا بفضل، انا من وجهه نظري بفضل ان احنا وصلنا يا كابتن دلوقتي اقول 8 من 10 او 9 من 10. ماهوش عيب ان انا اجيب الراجل ده يكمل مع مجموعه اللعيبه اللي انت هتجيبوها او اللعيبه اللي تجيبها اللي هتمشوها. الراجل هيوصل ل 10 هو مدرب كويس يا عصام؟ مدرب كويس يا كابتن، والله مدرب كويس قوي قوي قوي. المشكله ان انا ممكن اجيب مدرب اخد بطوله، اما ممكن في مدرب يجي معايا يوصلني من المركز مثلا العاشر لحد المركز الرابع، ده كويس. بس في مدرب ما يقدرش معاك، لازم يكمل معاك ان هو يقدر يوصلك للبطوله. طيب خليني اسالك عن، اكيد لحد دلوقتي بتلوم نفسك على الهدف اللي في ماتش اليوبار الكيني يا عصام. دي حقيقه. انت سرحت؟ الواحد اكيد حزين طبعا. قول لي انت سرحت فيها يعني؟ لا هي الثقه. هي حته الثقه. شوف انت عارف الخطا ده ممكن يطلع في السوبر غلط، ممكن الكره تقع منه غلط، ممكن يتكلم مع زميله يلاقي الثقه منه، ده الخطا. اما ده الكره انا مسكتها قدامي سبب الطب فيها حته ثقه، يعني حته ثقه ان انت عامل مباراه كويسه، ان انت مطلع قوه ما تطلعش، الثقه دي ان انت شغال معاهم، دي حاجه وارده. ورغم كده الواحد طلع ماهوش عيب لما يطلع يقول يا جماعه اعتذرت على هدف. العيب ان انت ما تطلعش، العيب ان انت ما تطلعش تعتذر لله. كان نفسك يبقى المريخ البطل وتقابل الاهلي في السوبر؟ والله اكيد كنت اتمنى، بس زي ما قلت لك ان اتمنى يعني دي كانت امنيه يعني. بس طبعا دي كره القدم، ان شاء الله السنه الجديده تتعوض ان شاء الله في بطوله الدوري وبطوله افريقيا ان شاء الله مع الاحلال والتجديد. نبقى لنا ان شاء الله في الكلمه العليا في افريقيا ان شاء الله.
ونتمنى النادي الاهلي ربنا يكرمه زي ما انت فاهم في بطوله السوبر، بس طبعا عنده كاس العالم، نتمنى ربنا يكرمه ان شاء الله. طيب عصام، رغم انك اساسي المنتخب لكن مجرد ما بتقعد مباراه احتياطي بتزعل وبتغضب وتقول لهم انا مش راجع تاني ومش هلعب تاني، وبدا عليك الغضب واضحا في مباراه جورجيا. لا الكلام بص يا كابتن، عايز اقول حاجه يا كابتن. الكلام ده كله كلام انا يعني طبعا انا يعني اي واحد اعلامي او اي موقع بيكتب كلمه او اي موقع في الاول والاخير ده موقع بيكتب عايز يعمل اثاره، عايز يعمل لا هو اللي خلاهم يعملوا كده انك ساعه التسخين كنت لوحدك ما رضيتش تسخن مع الشناوي، وانا عارف انت كنت محتضن الشناوي في بعض الاوقات يعني. بص يا كابتن، انت عارفني انا في اول السفريه انا ما كنتش هسافر. بس نتكلم في المنطق. نعم. كنت عامل عمليه وما كنتش هسافر، ومستر بوب قال لي ما تسافرش، قال لي وانت كده انت حاسس تعبان، وكان في ان انا ما اسافرش وسافرت. ماشي، ورغم كده سافرت، رحت اتمرنت واشتغلت معاهم، وكل ده انا ما فيش اي مشكله عندي، لان مستر بوب اتكلم معايا قبل المباراه وقال لي هو الكابتن زكي قال يا حضري كذا كذا كذا، انت مش هتقدر النهارده تعب، انا عايز اشوف الناس، لان انا عندي ناس كتير، عارف عندي هيكل اساسي، بس انا عايز اشوف ناس تبقى موجوده في منافسه، ويبقى في ناس ابقى عارف ان في عندي رقم 2 وفي ناس تبقى معاك، زي ما حصل مع لعيبه بدون ذكر اسماء، وائل جمعه او حصل مع لعيبه النادي الاهلي او حاجه كده. نعم. الموضوع كله انا فوجئت بعد كده ان الحاضر بيقول لك مش رايح، الحاضر مش عارف ايه، الحاضر بيسخن. انا الطبيعي ان انا بحب، انا حتى ما فيش عندي اي ماتش قبل الماتش في نفس اليوم بتمرن. يعني قبل الماتش انا بتمرن عشان عارف ان انا مش هلعب، لان مستر بوب ما بيعملش شو مستر بوب بيعمل لما يدي الجول بيدي الجول 90 دقيقه. لما انا الشناوي عرفت انه واخد 90 دقيقه انا اتمرنت اتمرنت جامد، اتمرنت جنب الكابتن زكي هو بيشتغل، اتمرنت مع اللعيبه وهي بالصوت بعد في التسخين بتاعها، اتمرنت مع اللعيبه بتعمل تكتيك بتدور الكوره، اشتغلت عشان انا عارف النهارده مش هلعب، ليه اليوم يعديني من غير ما اتمرن. بس اللي بعد كده بقى اللي يحورها بقى ان الحضر يشتغل لوحده ويتمرن لوحده، ده خلاص يحورها براحته، يكتبها براحته، دي ما تفرقش معايا، اللي يفرق معايا هو الجهاز الفني، ويفرق معايا مستر بوب، اللي يفرق معايا الكابتن ضياء، اللي يفرق معايا الكابتن زكي، هو ده اللي يفرق معايا. اما اي واحد يقول كلمه اي واحد دي ما يعني انت مكمل في المنتخب بتقول ان مفيش مشاكل خالص بينك وبين اي حد من الجهاز الفني؟ لا المشاكل هم اللي هيطلعوها، اما انا مش مشاكل بيني وبين حد في المنتخب. هم مين؟ الجهاز الفني ولا هم لا مش جهاز، الاعلام؟ لا عاوزين حاجه في موقعين، احنا عندنا 50 موقع. 3 مواقع عايزين يعملوا اثاره، خلاص يعملوا اثاره بعيد عننا. يعني يعملوا اثاره بعيد عننا، ما تكتبوا يعني ما تشتتناش، عايزين تعملوا اثاره عشان الناس تقرا الموقع بتاعك، اوكي اكتب اللي انت عايز تكتبه، ما فيش مشكله عندنا، ورغم كده هنحترم الناس برضه. خليني اسالك عن كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي هيسافر النهارده، هل كلمت حد من زملائك من اصدقائك اللاعبين تمنيت لهم التوفيق؟ انا طبعا كلمت ابو تريكه طبعا. امتى؟ النهارده ولا امتى؟ لا انا كلمتهم امبارح. مين ابو تريكه ومين بقى؟ قول لي. كلمت ابو تريكه ووائل جمعه، وحاولت اكلم بركات موبايله كان خارج الخدمه. وكنت بطمن على متعب. واتمنى عليهم التوفيق ان شاء الله. وانت اهم حاجه ان انتوا رايحين تلعبوا بطوله غاليه، حاولوا بس الماتش الاولاني، انت عارف ان دي مراحل، المرحله هي الاصعب. نعم. وجهه نظري اول ماتش طبعا. نعم. اول ماتش ده هو اللي هيوصلك ان انت توصل للنهائي، عشان انا بقول الماتش الاولاني هو اللي يقدر يوصلك للماتش النهائي، لانك انت بعد كده هتوصل لمباراه ثانيه. نعم. وبعدين بعد كده هتوصل، يعني مطلوب منهم انهم يلعبوا الى النادي الاهلي. هل توقعت الاهلي يفوز بالبطوله حضري؟ وهل كان نفسك تكون مع الاهلي في اليابان دلوقتي؟ بص يا كابتن، انا قبل النادي الاهلي ما يلعب ماتش الترجي اللي كان في مصر، انا قلت النادي الاهلي هياخد البطوله. ورغم ان الاهلي تعادل هنا، عرفت ان النادي الاهلي بيبقى عنده اللي لعب في النادي الاهلي واللي يلعب في النادي الاهلي يلعب في النادي الاهلي في وقت الازمات. راجل عندهم هدف، عندهم توفيق، بدليل شفت الماتش كان كله، حتى اللي قاعدين بره على الدكه في توفيق عندهم، اللي بيلعبوا في الملعب عندهم توفيق، عندهم روح. يحس ان احنا كنا ممكن نكسب، مش هكسب 3 او اكسب 4، كنا ممكن نكسب 5 6. لان دي الحاجه الثانيه انا كنت اتمنى ابقى موجود معاهم، وزي ما قلت لك اتمنى ان هم ربنا يكرمهم، لان النادي الاهلي دلوقتي ما بيلعبش باسم النادي الاهلي، بيلعب باسم مصر. كنت فكرت تزورهم النهارده قبل ما يسافروا، او هتزورهم لما يرجعوا بالسلامه في النادي الاهلي؟ انت ما دخلتش النادي لحد دلوقتي، بقالك فتره. لا دي 5 سنين. 5 سنين. هل ممكن تزورهم لما يرجعوا بالسلامه، تبقى اول زياره؟ لا ان شاء الله. العلاقه اللي بيني وبين النادي، علاقه بين النادي الاهلي علاقه خلاص، الموضوع خلص من زمان. واتمنى النادي الاهلي لما يرجعوا ان شاء الله يرجعوا مجبورين خطوه المنصرين ان شاء الله، ونبارك لهم. هل حصل اي حوار بينك وبين الكابتن حسام البدري ولا ما فيش؟
لا هو كابتن حسام طبعا حاولت ان انا اكلمه بجد يعني بعد ماتش الترجي. كويس. كان الموبايل بتاعه خارج الخدمه. وحاولت ان طبعا انت عارف الماتش كان ماتش شد وعصب وبتاع. وبعد كده كلمته وهو في كندا، عطى جرس بس ما اعرفش بقى، كان الوقت مختلف عن في كندا طبعا. وهو طبعا رجع بس ما لحقتش ان انا اكلمه يعني، بس طبعا له التوفيق ان شاء الله باذن الله. ايه حكايه القضيه اللي انت كنت هتتسال فيها؟ قضيه انت وزوجتك او حاجه زي كده؟ قريت على بعض المواقع. انا قضيه ما اعرف اي حاجه عنها، والله ما اعرف اي حاجه عنها لحد دلوقتي خالص. يعني اللي مكتوب على المواقع ده غير صحيح؟ يا ما انا بقول لك يا كابتن شمال يا كابتن شمال يكتب والنبي يا كابتن شمال، مش عيب يا كابتن شمال نطلع نقول ان في موقف حصل من فتره. يعني في مشكله حصلت من فتره. بس المشكله تعتبر اتحلت خلاص. هل تم التصالح فيها يعني؟ يعني تعتبر خلاص يعني. يعني ما يكملش يعني خلاص يعني 1% لسه الموضوع خلاص خلص يعني. يعني وموضوع الحضري وزوجته. لا 1% خلص ولا لسه له 1%؟ خلص خلاص يعني. الموضوع خلص يعني خلاص. بس ما اعرفش الناس بتجيب منين. قال لك ان في النهارده واحد اول الشهر قال لك ان الحضري وزوجته مش عارف قدام ولا في اي حاجه من دي خالص، ولا احنا ولا جينا ولا اي حاجه. طيب اخر حاجه، هل حد من اللاعبين كلمك قال لك الكرة واقفه عندنا في مصر، ما تحاول تخليني كده اروح العب السنه الجايه في السودان؟ بص يا كابتن عشان نتكلم بصراحه، في طبعا الدوري طبعا في الفتره الحاليه في توقف طبعا، وفي اللعيبه كلها. انا واحد يعني الله يكون في عون اللعيبه ويكونوا عين المدربين والمسؤولين كلهم في مصر دلوقتي. في لعيبه كلمتني وفي لعيبه ممكن تكون مرشحه لنادي المريخ. مين ابرزهم يا عصام؟ والله هقول حاجه يا كابتن، في طبعا ابرزهم طبعا محمد شوقي. شوقي شوقي، في محمود عبد الحكيم. يعني محمود عبد الحكيم ان شاء الله. في طبعا في الاسماعيلي ممكن يكون في عمرو السوليه. ممكن يكون في احمد رؤوف انبي. ممكن يعني ناس مرشحين. ممكن في الزمالك. بس طبعا موضوع الزمالك لسه ما اتاكدتش منه. زي مين يعني؟ والله ما اعرف، هم قالوا طبعا لعيبه يعني بس لسه يعني. وانتم من حقكم كام لعيب؟ 2 ولا 3 ولا؟ احنا في 7 لعيبه يا كابتن. 7 اجانب؟ في 4 بيجنسوهم و3 محترفين. او العكس 4 محترفين و3 بيجنسوهم. يعني احنا في عندنا 5 محترفين هيمشوا. 5 محترفين هيمشوا، بس كليتش قاعد مش كده؟ لا كليتش يمكن يمشي. بس لعيب كويس عصام. يمكن يمشي، جاي له عرض في الصين. الصين مصاريها حلوه يعني ممكن السنه اللي جايه نلاقي 4 لعيبه مصريين في المريخ السوداني. انا اتمنى يكون في 3 من على الاقل بس من مصر، دي حاجه اولا. لا بس انا اللي فهمته كده منك، عشان انا بفهمك كده شويه، ان محمود عبد الحكيم موضوعه خلص ان شاء الله. يعني ان شاء الله الموضوع وانت شكلك عايز رؤوف، حسيتك كده عايز رؤوف وعايز شوقي، ما اكذبش عليك. ما انا كنت هكمل لك، والثالث شوقي. دي حقيقه. وانت بقى هتشوف بقى الرابع برضو، يعني هياخدوا رايك في الرابع. بص هو طبعا القرار في الاخر بتاع مجلس الاداره، بس هم طبعا الناس بيثقوا فيك يعني. بيثقوا فيا، وهم عارفين ان انا بقى يعني المصلحه. انا بحب نادي المريخ، عايز يبقى نادي المريخ ده دلوقتي، لان الفتره اللي جايه هيبقى في فتره في يعني جذب، هيبقى فيهم تنافس. طب مين اللي مفاوضاته قربت يعني؟ عبد الحكيم؟ عبد الحكيم وشوقي دول خلاص نعتبرهم في المريخ. يعني هي بس حته بس ان هم الناس تتكلم معاهم. وان شاء الله يعني. ورؤوف قريب، واحمد رؤوف قريب. رؤوف من الناس اللي انا يعني لعيب هايل، خلي بالك. واحنا محتاجينه في الحته دي. لعيب هايل. هل في حد من النادي الاهلي؟ هل في حد من اللي موجودين، عماد متعب، حد من الناس دي ولا مفيش؟ بص يا كابتن، هم يتمنوا، بس هم حاسين ان مفيش حته من لعيبه النادي الاهلي. يعني هم مش حاسين يعني لو حد من لعيبه النادي الاهلي ابدى رغبه، هم هيفاوضوه بجديه. يعني انا ما اكذبش عليك، ممكن وليد سليمان. ممكن وليد سليمان. متشكرين يا حضري. ماشي يا كابتن مصر. هتجي لنا امتى؟ اجي لك. شوف انت عيني خلص انت الحلقه ونظبط مع بعض، نكلم بعض وكل حاجه. تحياتي ليك ولاسرتك الكريمه. الكابتن عصام الحضري، كابتن منتخبنا الوطني وحارس منتخبنا الوطني، خدنا منه اسرار ومعلومات كتيره جدا. بس